أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتنا. النهاردة هنتكلم عن معلومات جغرافية مش بس غريبة، دي هتخليك تشوف كوكب الأرض بنظرة مختلفة تماما. يلا بينا. تعرف إن القارات مش ثابتة؟ قارة أوروبا بتتحرك باتجاه أمريكا الشمالية بسرعة 2.5 سنتيمتر في السنة، يعني بعد ملايين السنين ممكن القارات دي تتلامس تاني. في جبل في دولة نيبال اسمه جبل ماكا، محدش قدر يتسلقه لحد دلوقتي بسبب الصعوبات الطبيعية اللي فيه. الجبل ده بيفوق خطورته جبل إيفرست. جزر المالديف مهددة إنها تختفي بالكامل بسبب ارتفاع مستوى المحيط حواليها، ومعظم أراضيها مش بتعدي المترين فوق سطح البحر. في البرازيل في جزيرة اسمها جزيرة الثعبان، الجزيرة دي مليانة أفاعي قاتلة لدرجة إن الحكومة البرازيلية حذرت إن حد يزورها أساسا. تعرف إن أكبر صحراء في العالم مش الصحراء الكبرى، دي القارة القطبية الجنوبية. كلها تلج وجليد بس بتعتبر صحراء بسبب قلة الأمطار. نهر رو في مونتانا في أمريكا، ده أقصر نهر في العالم، تقريبا طوله زي طول ملعب كرة القدم. أعمق نقطة في المحيطات كلها اسمها خندق ماريانا في المحيط الهادي، العمق هناك بيوصل ل 11 كيلومتر تحت سطح البحر. في ظاهرة في القطب الشمالي اسمها ظاهرة شمس منتصف الليل، النهار ممكن يستمر ل 24 ساعة في فصل الصيف هناك. بحيرة نيكرو في جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة باسم بحيرة الموت بسبب الغازات البركانية اللي بتخرج منها وتقتل أي كائن حي بيقرب منها. في الصين في شاطئ لونه أحمر بالكامل بسبب نوع معين من الطحالب اللي بتنمو هناك، وده بيعمل منظر فريد من نوعه. ودي كانت مجموعة من المعلومات اللي هزت عقول العلماء والمستكشفين. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتشارك الفيديو مع أصحابك واشترك في القناة عشان تكون دايما أول واحد يعرف الغرايب والأسرار. أشوفكم في فيديو جديد إن